الطوفانية التي عرفتها وردزات يوم أمس والتي بلغت 120 ملم في العالية تسببت في ارتفاع منسوب جميع أودية المنطقة، الشيء الذي أدى إلى إغلاق مجموعة من المحاور الطرقية لساعات عديدة وشل حركة السير منذ ساعات الصباح الأولى. انتم كتشوفوا كنا كنحصلوا هنايا، يعني خدامين هنايا في السونتر، ولكن فاش كتكون الامطار كنحصلوا هنايا، كنبغيو نمشيو دابا للدار. احنا جلسنا هنا تقريبا من الصباح من الصباح تقريبا من 8 الصباح لدابا وحنا هنايا. انا جيت دابا من وزازات مع 8 الصباح، غادي لتجيلي لقيت واحد 3 القنطات مقطعين، ما كاين لا تجهيزات، ما كاين جدار كتوصلوا، كيقول لك راه الطرقان مقطوعين باش يجيبوا شي حاجه زعما يحيدوك، ما كاين والو. مشيت دابا ضربت واحد 70 كيلومتر، درت توميتو، رجعت ما كاين والو، ما كاين لا طربوبليك، ما كاين لا تراكس، ما كاين والو. هذه السيول تسببت في جرف سيارة أحد السكان بجماعة أيت سدرات الجبل السفلى ولم